السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناه الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل اكله يا جماعه اول مره اعملها معاكم على القناه. تفتكروا ايه هي؟ الكرشه يا جماعه، من اكلات العيد. كل سنه وانتم طيبين. انا جبت كرشه النهارده وقلت لازما اعملها معاكم عشان دي اول مره اعملها معاكم. بصوا بقى الكرشه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جبتها نضفتها طبعا. سهله فعلا في التنظيف يا جماعه، ومبتاخدش وقت ولا مجهود. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا بيضه زي الفل ازاي. وغسلتها طبعا بدقيق وملح وليمون وظبطتها زي الفل. تمام كده. وحطيت هنا الميه غليت. تمام. حطيت جزرايه وطماطمايه وورق لورا وبصل وبصلايه وبتاع دوت حبهان. تمام كده. وهنبتدي بقى ننزل بالايه، بالكرشه بتاعتنا القمر النضيفه اللي زي البافته البيضه دي يا جماعه. شايفين؟ اللهم بارك اهي. طبعا لازم تغسليها، اهم حاجه في الاكل يا جماعه النظافه. لازم تغسلي الحاجه كويس جدا جدا، هتديكي طعم زي الفل. هنعمل بقى النهارده التوميه يا جماعه، توميه الكرشه. بجد تحفه وهتعجبكم جدا جدا. تمام. ان شاء الله تعجبكم. تابعوني، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود. وبصوا في ثواني كده هتعمليها. كده نزلنا الكرشه بتاعتنا اللهم بارك اهو بالشكل ده. شايفين؟ اهو. وهغطيها يا جماعه واسيبها ايه، على النار قبل ما تستوي كده. يعني تستوي بدرجة مثلا تقريبا كده يعني قبل ما تستوي خالص كده. يعني قبلها يعني بنسبة 80% كده. هشيلها من على النار عشان هعمل لها حاجة كده واحطها في قلبها، اللي هي التومية اللي بقولكوا عليها دي. هتبقى طعمها زي العسل. تمام. اغطيها بقى واسيبها ايه، تستوي زي ما ايه ما قلنا. هنا بقى ايه، خرطنا بصلتين وحطينا ايه معلقه سمنه. تمام. بصلتين حلوين كبار كده. احنا مش هنحمرهم، يا دوب بس البصله تدبل معانا كده. هنا بقى عندي الكرشه بتاعتنا. بصوا كده بسم الله ما شاء الله استوت معانا ازاي. والشوربه بصوا عامله ازاي، بيضه خالص ازاي يا جماعه. كده تمام. طبعا الكرشه مش هحطها كده كبيره، لا انا همسكها ايه، اقطعها ايه حتت صغيره كده. تمام. بدي تقريبا حلوه كده بالبصل. خلاص البصل وصل معايا للون ده. هبتدي انزل عليه بقى بفصين توم كده نيين. انا بحب احط فصين توم نيين الاول كده، بيدولي نكهه حلوه قوي. تمام. نقلب تقليبه حلوه كده. هنا بقى هننزل بايه، بالطماطم بتاعتنا. بسم الله. الطماطم بتاعتك على حسب كميه الكرشه اللي انت هتعمليها. تمام. وهحط طبعا فلفل اسمر وملح، كزبره ناشفه، وايه تاني، وحبه شطه صغيرين حسب الرغبه. وبسيبها ايه تسبك معايا كده. تمام. حطينا الملح والفلفل الاسمر والحبه الشطه وحبه كزبره صغيرين كده. وعندي بقى قرنين كده حامي وبارد فلفل. تمام. نزلنا بيهم كمان ونسيبهم بقى كل ده ايه، نغطي ونسيب كل ده ايه يسبك كده مع بعضه. كده الطماطم بتاعتنا الحمد لله سبكت خلاص. تمام زي الفل زي الفل. نعمل ايه بقى، هننزل بالكرشه اللي احنا قطعناها. بصوا كده اهو، قطعناها قطع كده صغيره اهو. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده كله في بعضه. خلصنا كده؟ لا طبعا لسه ما خلصناش. ده الشغل العالي هيبتدي بقى يا جماعه. هنشيل بقى الحله بتاعتنا كده نركنها على جنب. تمام. ونجيب بقى طاسه. بسم الله.
جبنا الطاسه حطينا فيها معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي ننزل بقى براس توم كده مفرومه يا جماعه اهي. بسم الله. ده بقى الشغل العالي يا جماعه بقى، ده اللي هينقل الاكل اللي احنا عاملينها في حته تانية خالص. مش هي اسمها توميه يا جماعه، لازم تبقى التوم هو اللي سايب الموضوع. كده التومه بتاعتنا ايه اصفرت زي ما انتم شايفينها كده، كده تمام قوي. انا مش عايزاها تحمر عشان ما تمررش معانا. نطفي ونروح جايين بقى على الحله بتاعتنا القمر دي، طش على طول كده. شايفين الجمال ده بقى؟ ده بقى ينقل الاكله دي في حته تانية خالص. نقلبها تقليبه حلوه بالشكل بتاعنا ده. ودي كده طبق الكرشه بتاعتنا يا جماعه بالف هنا وشفا. شايفين الجمال؟ بجد تحفه تحفه. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، وبالف هنا وشفا يا رب للي ياكل. اذا عجبكم الفيديو طبعا ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.